السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. تعالوا النهاردة مع بعض هنبدأ جولة جميلة جدا في قرية جميلة فيها كل حاجة ممكن تتخيليها من الأطفال والكبار. احنا فين يا هنود؟ احنا في قرية عكنش، في طريق الكينج مريوط. وادي احلى تحية من احلى مطعم هناك، مطعم عكنش. شاي الزردة تحفة تحفة، انا عملته في البيت وعرفت سره وهقول لكم على سره ان شاء الله في الفيديو. تعالوا بينا بقى نشوف القرية ومميزاتها، وهل هي هتصلح ان احنا نجيها في العيد؟ يعني دي خروجة العيد دي هنود، اعتبروها خروجة العيد. هي فيها كل حاجة. الاطفال اهو زي ما احنا شايفين هتستمتع بالمكان. لعب جميلة جدا جدا وامنة وما فيهاش اي حاجة، ولو حبوا يشتروا لعب كمان وهم ماشيين اهو زي ما انتم شايفين في مكان يشتروا منه اللعب اللي هم عايزينها. تعالوا بقى ناخد جولة كده جميلة. بصوا، دوت ركن خاص كده بالهدايا، حلو جدا وجميل. تعالوا بقى بينا نشوف القرية دي من جوه وايه مميزاتها وايه اللي خلاني اعمل عنها جولة. اولا الخدمة هناك حاجة كده قمة في الاحترام والأخلاق والسرعة. دي أهم حاجة. أنت ما بتكوني داخلة مطعم، السرعة والنظافة. أنا دخلت جوه المطبخ بس طبعا ما صورتش. قمة في النظافة وأنتوا عارفيني. بصوا بقى الأماكن والقعدات دي يا جماعة، دي قعدات عائلية خاصة. بصوا معزولة عن اللي جنبيكوا، يعني انت لو قاعدة ومعاكي أسرتك انت معزولة عن الأسرة التانية. ودي خصوصية عجبتني جدا جدا هناك في القرية. غير البساطة، يعني مش حاجات يعني فيها تكلفة في المظهر. هي شيك جدا وجميلة، بس فيها متعة وراحة. يعني بصوا الأنتريه اللي محطوط يعني مستواه مش عالي قوي في الارتفاع، تبقي قاعدة مرتاحة. دي جولة من بره خارج المطعم نفسه اللي احنا كنا فيه. بصوا حاجات ما شاء الله جميلة جدا جدا. يعني حابة تكوني جوه في المطعم تمام، عايزة بره في الجو المفتوح قدامك اهو. وفي يعني بصوا المكان الكبير دوت في شاشة عرض. كان وقت منتشر فصراحة كانوا مشغلين الماتش، يعني كانت حاجة جو ومتعة ما اقولكوش عليها. لو حابين ان انتوا تبصوا النافورة هم شغلوها لي مخصوص، لان طبعا زي ما انتم شايفين احنا كنا الوقت كان متأخر وما كانش في حد في المكان. فعلا الوقت كان متأخر جدا جدا. تمام. فشغلوا لنا النافورة عشان اكمل بقية تصوير الفيديو بطريقة او يكون فيها شكل جمالي جميل. فبص عايزه اقول لكم ناس قمه الاحترام وبيهتموا بالصغير قبل الكبير. يعني لو معاكي طفل او حاجه بيبقى هم عينيهم عليه اكتر منك. يعني ما شاء الله جميل. فبصوا ادي الشاشه اهي. وبصوا الكراسي، يعني لو مطعم لو شركة أو حاجة وحبوا يعملوا حفلة رمضان أو استقبال رمضان أو حفلة عيد ميلاد أو أي أنواع الحفلات موجودة هناك. وبصوا يعني وفي شيرة كمان. يعني بصوا العسل النحل هناك كان تحفة جدا جدا. ودوت مطعم بتكملة المطعم. بصوا دي غرف مكيفة. يعني لو أسرة وهم مثلا عايزين مكان مكيف غير الصالات الأولانية اللي احنا شفناها دي، ده المكان بتاعها. وبرضه ليها خصوصية، مقفول عليك الباب، ما مش مجروحة لأي حد تاني، يعني اقعدي براحتك. تمام. طبعا ايه دي حاجة مميزة. المكان دوت يعني ميزة فيه جميلة جدا جدا. فتعالوا كده اوريكم من جوه عن قرب القاعات دي بتاعت العزومات. بصوا قعدات عربي جميلة جدا 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 ما شاء الله. والجو هناك هادي والخصوصية هناك أهم حاجة. يعني بصوا عازلينك عن أي حد تاني، اقعدي كلي براحتك. المكان مكيف وجميل. أنا عجبني صراحة الفكرة دي جديدة. أنا عن نفسي أول مرة أشوفها وبشوفها في الخليج. يعني فيديوهات الخليج اللي أنا بتفرج عليها والحاجات دي الخصوصية موجودة. إنما أول مرة أشوفها في عندنا هنا في مصر. تمام. ممكن يكون في كتير بس انا يعني بالنسبه لي انا اول مره اشوفها. بصوا لو عدد كبير في غرف كبيره، عائلات كبيره جه اهي. وفي غرف صغيره يعني لو انت اسره ايه يعني 4 اولاد كده او حاجه. بصوا بقى القاروره دي اللي هي بتاعه فخوره الموزه. انا جبت منها وهم. وعاملينها برضو فيها حمام وورق عنب. الاتنين كانوا اوهم من بعض صراحه. فيعني ما تروحوا هناك جربوها مش هتندموا. والطواجن ليها طعم هناك سبحان الله. يعني اخواننا العربوية دول يعني فن وابداع. تسلم ايديهم يا رب وعمرهم. وادي الشاب الجميل دوت محترم جدا جدا، هو اللي كان بيحضر لنا الحاجة. تمام. وادي زوجي هو راح القرية دي اكتر مني فعارفها. آه، تمام. فهو حب ان احنا نشوفها وانا اوريها لكم واوريكم الجمال والمتعة اللي فيها القرية. بصوا بقى المساحات عن بعد. بصوا جمال وتحفة. أتمنى يا رب إن انتوا تروحوا القرية دي. ومش غالية يا جماعة عشان ما تقولوش إن هي عشان الفخامة والجمال اللي هي فيه دوت والطعامة. لا والله ما غالية جدا. يعني زي المطاعم هنا عندنا في القاهرة. تمام. زي ما قلت لكم هي مكانها بالظبط قدام بوابة
برج استاد برج العرب، تمام، كينج ماريوت. أهو زي ما إحنا شايفين. بُصّوا هارجع لكم تاني، أنا معجبة جدًا ومغرمة بالمكان. أتمنى يا رب تكون الجولة عجبتكم، وفي العيد تروحوا وتزوروها هناك وتقضّوا يوم كامل هناك، فعلًا هتستمتعوا أنتم وأطفالكم، يعني لو معاكم أطفال ما شاء الله هتستمتعوا باليوم، وما فيش قلق وفي أمان جدًا، جدًا، حتى من برّه أمّا تكوني راكنة العربية في أمان تام، يعني أنتِ مجرد ما تخرجي من باب العربية أوتوماتيك من غير ما حد يسألِك، العربية بتتمسح، بتتضبّط، يعني حاجة كده عظمة على عظمة. أدي اللعبة أهي، أنا هادخّلكم من رُكن الأطفال عشان تشوفوا جمال اللعب. بُصّوا، يعني أطفالكم هيستمتعوا جدًا لو أنتم مثلًا في الوجبة. بُصّوا إحنا اشترينا أهو، أكلنا وخدنا وإحنا ماشيين من كتر جمال الأكل. يسلم إيديهم ويسلم عمرهم، ما شاء الله المكان جميل جدًا، جدًا، ويسلم الترحيب بتاعهم اللي هو الشاي الزردة، ده حاجة كانت تحفة جدًا وعجبتني. أنا كنت باشربه كتير بس ما كنتش باعلّق إن هو بيتعمل إزاي، فأنا سألت والشباب ما شاء الله ما خبّوش حاجة، وقالوا لي على إزاي الشاي الزردة ده بيتعمل، وإن عشان يطلع كويس لازم يكون الشاي شاي مش هاقول السر. هاقول لكم السر في فيديو تاني عشان تستنوه أول ما تشوفوا الshorts بتاعه، تدخلوا وتشوفوا إيه سر الشاي الزردة بتاع العربوية الجُمال القمر، تمام. وأدي القاعات أهي، دي قاعات تانية خالص. بُصّوا، عايزة أقول لكم إن المفروض يعني إن الشوز بيتقلع قبل ما تخشي المكان دوّة عشان تكوني براحتك، والمكان نضيف، فاهمين قصدي إيه، ومُكيّف. فيا رب كده يكون الفيديو عجبكم، وتروحوا هناك وتكتبوا لي في التعليقات إيه رأيكم في القرية، وأتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وينول رضاكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد مبارك عليكم وعلينا يا رب. و القرية أكون قدّمت لكم حاجة بسيطة عنها، أقل حاجة للقرية وأقل حاجة للناس الجُمال اللي هناك. شكرًا ليهم، وشكرًا لكل حد بيكتب لي comment أو تعليق، فعلًا بيفرّحني. شكرًا ليكم جميعًا، وانتظروني إن شاء الله في وصفات و ابتكارات جديدة وأماكن جديدة معايا ومعاكم في مطبخي ومطبخكم، مطبخ هند عمار، ونتلاقى إن شاء الله في أيام سعيدة. مع ألف سلامة، باي باي. وطبعًا في نهاية الفيديو باشكر زوجي وباشكر أولادي اللي قضّوا معايا وأنا قضّيت معاهم أحلى يوم في حياتي، وباشكر فعلًا كل شاب في المكان زي ما أنتم شايفين كانوا في قمة الاحترام. إحنا حسّينا بجد إن إحنا في وسط إخواتنا، مش في وسط حد غريب أو في وسط مطعم، وفاهمين قصدي إزاي، ما شاء الله عليهم. شكرًا ليكم وألف شكر لكل فرد في قرية عكنش، كل سنة وأنتم طيبين، ونتلاقى إن شاء الله في فيديو جديد، حاجة جميلة كده أهوّة. وإحنا كنا زعلانين والله وإحنا ماشيين، بس أوعدكم إن شاء الله إن أنا هاروح القرية دي تاني وأصوّر فيديوهات جميلة هناك اللي بتعجبكم وتبسطكم، وأجيب لكم أماكن تكون يعني متدارية عنكم شوية تعجبكم وتروحوا من خلال الفرجة بتاعتكم على الفيديو بتاعي. أسيبكم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وكل سنة وأنتم طيبين. مع ألف سلامة. وشوفوا المكان بالضبط أهوّة زي ما باقول لكم أهو. بُصّوا، برج العرب، استاد برج العرب أهو قدّامنا، أدي البوابة الرئيسية قدّام بالضبط قرية عكنش، تمام. يا رب يكون الوصف واضح ليكم، وتروحوا القرية وتتبسطوا أنتم وأسرتكم وكل أفراد الأسرة بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، ومع ألف سلامة.